هلو عيني، شلونكم حبايبي؟ شلون صح الأحوال؟ إن شاء الله كل بخير تمام والعافية. اليوم جبت لكم الصمون العراقي الدائري. طبعا وصفة ناجحة مو 1,000,000%، هالمرة راح أقول لكم ناجحة 1,000,000,000 إياها، لكن بشكل مختلف. يعني كل مرة أسويها الصمون الاعتيادي العراقي، فاليوم راح أسويلكم إياها على شكل دوائر. طبعا المواد مالتها كلش بسيطة، ما تحتاج مواد هواية. مجرد عندي هنا راح أخذ كيلو من الطحين متعدد الاستعمالات، وهنا راح أخذ ملعقة واحدة من السكر، وملعقة واحدة من الملح، وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهاي نوعية الخميرة، خل أشوف لكم إياها اللي أنا أستخدمها. تنتبهون للإكسباير مالتها، إذا كانت يعني منتهي فلا تستخدموها. وهنا راح أخذ 3 أكواب إلا ربع من المي. يعني هذا الكوب أخلي من عنده كوبين، والكوب الثالث أخليه لكن تقريبا إصبع من عنده، يعني رافعة من عنده، عرفتوا؟ يعني 3 أكواب إلا ربع تقريبا هذا المي. زين يعني يكون شوية مي يعني دافي، لأن تعرفون هسه الجو بارد فيحتاج تقريبا دفو. لا تسووا مي كلش حار، إذا كان مي كلش حار راح يقتل عندكم الخميرة، فتخلون بيه نوع من الدفو. زين، وهذا الكيلو طحين واحد. وهنا عندي الزيت، لأن احنا أفران يعني بالبيت، مو أفران يعني مثل مخابز تكون كلش نارها قوية، فنستخدم الزيت حتى شوية تطلع عندنا الصمونة. الزيت اللي استخدمه تقريبا ربع الكوب أو أقل الربع، لا تخلون هواية. هسه راح نبدي وياكم بالطريقة. طريقتها جدا سهلة. أنا عندي هاي الطاسة شوي أخذتها كبيرة. أول شي راح أضيف الخميرة ملعقة كبيرة يعني، وراح أضيف لها المي، وراح أخليها السكر حتى على مود تتفاعل عندي الخميرة بشكل أحسن. هسه بعد ما خلطتها بهذا الشكل راح أغطيها، أتركها تقريبا 5 دقائق حتى عمل شنو تسرع عندنا عملية الاختمار بالعجين. 5 دقائق مو أكثر، نرجع لكم. هسه بعد مرور 5 دقائق راح نجي للعجين للخميرة، وراح أضيف لهم الطحين. الطحين طبعا هذا يكون نوعيته كلش ممتازة، متعدد الاستعمال، يعني أنا أستخدمه بكل شيء، حتى الكيك أستخدمه. طحين كلش نظيف ومنخول، ما يحتاج النخل، فراح أضيفه هسه مباشرة على أضيف ملعقة كبيرة من الملح، انتو حسب الذوق يعني ملح، بس هو ملعقة واحدة يعني زين. وأضيف هذا الزيت اللي هو تقريبا 4 ملاعق كبيرة، حتى على مود قلتكم يعني على مود شنو، حتى تطلع عندكم الصمونة. نخلطهم بالبداية بهذا الشكل. هسه راح أبدي أعجنها عجن بالإيد، وإذا كانت عندكم العجانة طبعا بعد أفضل. العجانة تنطيها يعني عجينتها حتصير كل زينة عندكم. طبعا هاي العجينة يحتاج لها عجن أكثر، فراح شنو راح أقعد بالقاع وأسويها، لأنها وقفة ما أقدر أسيطر عليها. بالقاع حتى نقعد عجنها عجنة زينة. كل ما تعجنوها أكثر كل ما تصير يعني نتيجة أفضل عندكم. أنا ممكن أستخدم العجانة عندي موجودة، بس ما أقدر أستخدمها هسه لأنه تعرفون نايمين الصبح، فشوية صوت مالتها مزعج. ما أدري أسويها مفاجأة يعني من الصباح، يعني أسويهم صمون يدللون الحبايب. اليوم إحنا عندنا عطلة نهاية الأسبوع يعني الويكند، فبما أنه لمة العائلة أحب أسوي لهم الصمون أكثر شيء يعني بالنهاية الأسبوع. شوفوا العجين رقت حلو، ما قاعد تلزق أبد، ما تلزق بالإيد أدي أبد ما تلزق، لأنه مقاديرها مضبوطة. أخذت من عندي تقريبا 10 دقائق. راح أقطعها. أول شيء أخلي السيليكون قطعة نظيفة على مود حتى يكون عندي نظافة مثل ما نقول توب. هاي أستنظفها أكثر من الميز.
قطعها 12 قطعة. بسم الله. هسه هاي سويتهن 12 قطعة وتساووهن، يعني تخلون وحدة كبيرة وحدة صغيرة. مثلا إذا أشوف مثلا خلينا نقول فرضا يعني لو هاي كانت شوية يعني شوية كبيرة أخذ من عندها شوية أضيف على الصغيرة، عرفتوا؟ فهسه أني يعني سويتهن كلهن، أكورهن بهذا الشكل. هسه راح أتركهم 10 دقائق يرتاحون شوية حتى بعدين أقدر أمدهم. أغطيهم بهاي قطعة القماش وأوقفهم 10 دقائق. هسه بعد 10 دقائق ارتاحوا عندي بشكل جيد. راح أفتحهم. أول شي راح أضيف الطحين، بعدين أخذ نبدي من أول ياهو ناخذ من هاي. نفتحها بالإيد، ما يحتاج تفتحوها بالشيبك، بس بالإيد وبهذا الشكل تفتحوها. هسه بهاي الصورة راح أنقلها أخليها على قطعة من القماش. أنا خليتهم على قطعة قماش تكون يعني خاصة للصمون، أخليها راح تكون كبيرة حتى على مود تغطي الصمون كله عندنا. راح يبقى عندي تقريبا ساعة أو ساعة إلا ربع حسب حرارة الجو عندكم. كل ما بقيته أكثر كل ما يعني كل ما ارتاحت الصمونة أكثر كل ما كانت نتيجة أفضل بالخبز. خليها ترتاح على راحتها زين، وخليها يعني المكان شوية دافي حتى على ما تنطيكم نتيجة كلش زينة ونتيجة الصمون يكون يعني ناجح 100%. وهنا بعد مرور ساعة راح أجهز الفرن، أسخنه على أعلى درجة على 250 وأشغل الفوق والجوة. وهنا أنا عندي الصينية راح تكون يعني كلش مرتفعة لي فوق حتى تحمى عندي على العين الفوق، وأتركهن إلى تقريبا 15 دقيقة يحمى عندي زين، وبعد ذلك راح نبلش بالخبز. وهسه هنا أحضر وياكم المادة اللي نطلبيها. راح أخذ كوب واحد من المي وأضيف له ملعقة صغيرة من الطحين وأخلطهم بهذا الشكل. أطبخهم تقريبا مدة نص الدقيقة، يعني ما تاخذ وقت من عندي. مجرد أن يذوب الطحين بالمي يصير تقريبا شلون محلبي لكن شوية يكون خفيف. هاي مادة أطلبيها الصمونة قبل ما أدخلها الفرن حتى ينطيها اللون الذهبي الحلو. وهنا بعد مرور 15 دقيقة من تسخين الفرن راح أخليه بس على العين الفوق، يعني الجو راح أطفيها، أشغل بس الفوق. والصينية اللي كانت يعني كلش فوق يعني مخليتها راح شوية أنزلها تقريبا فد 3 أصابع هيك شي أنزلها. وهنا بعد ما ارتاح الصوان عندي مدة ساعة والفرن عندي سخن كل زين، راح أبدي عملية الخبز. بس تلاحظون شلون أرفع القطعة مالت العجين، أرفعها بهاي الصورة حتى ما تتحرك. لازم تحافظون على شكلها على مود بعدين يعني تكون عندكم صمونة يعني شكلها كلش حلو وما متخربطة، يعني بس تحركوها شوية راح يتخربط الشكل مالتها وتخرب عندكم. أنا عندي بعد ما حمى زين الفرن شغل عندي بس الفوق، وراح أخلي الصمون بهذا الشكل. وهنا أخلي تقريبا فد شوية من الطحين على هاي الطاولة اللي أشيل عليها الخشبية حتى ما يتلزق عندكم، على مود بسهولة تنزلوه بالفرن. وهاي المادة اللي سويتها مالت الطلاء أطلبيها بهاي الصورة ويكون عندي الصمون، يعني طريقة الخبز مالته بهذا الشكل. واللي وصل بهذا المقطع من الفيديو حبايبي أرجو منكم ما تنسون دعم قناتي باللايك والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين، فعلوا زر الجرس حتى أي وصفة جديدة أنزلها توصل لكم. جربوا هذا النوع من الصمون طبعا كلش ناجح. أنا سابقا كنت مقدمة فيديو
بخصوص الصمون العراقي، وكان يعني فيديو جدا ناجح، جاب لي مشاهدات يعني عالية ما شاء الله. فاليوم حبيت أقدم لكم أيضا هاي الوصفة مرة ثانية، لكن بطريقة شكل الدوائر، يعني طريقتها شكلها يختلف بس لكن الطريقة هي نفسها. هنا حبايبي رح نوصل نهاية الفيديو. إن شاء الله هاي الوصفة نالت رضاكم وإعجابكم، وإن شاء الله من تطبقوها راح تكون عندكم ناجحة، وأنا متأكدة راح تعتمدون عليها لأنه وصفة كلش طيبة وما بيها أي غلط. نفس الوقت راح يكون عندكم صمون نظيف على إيدكم أنتو يعني مسوي، فأكيد راح يكون يعني وصفة مميزة وحلوة تستحق التجربة. نهاية الفيديو حبايبي، نستودعكم الله في أمان الله. باي باي.